صباح الخير، شلونكم؟ شو اخباركم؟ احس عندي هواي سوالف وياكم، بس شو سولف واني سالفتي طويلة، شو سولف واني موضوعي كبير. احس حب كبير بقلبي إلكم، هواية عندنا سوالف مع بعض، ولكن اجيت اقول لكم انه افتحوا على MBC واحضروني لايف على صباح الخير يا عرب، اني وكريم وماميتي الحلوة بعد شوية. هاي ماميتي الحلوة وين ترجعوا لي بعد شوية. راح أكون على صباح الخير يا عرب بعد 10 دقائق ربع ساعة، احضروني. واليوم هيجي عندنا هواية سوالف، اشتقيت لكم. حشرب مي جايز. اليوم احنا بمبنى MBC عندنا مقابله صباح الخير يا عرب، بس مو اني لحالي، اليوم ماما هي النجمه. حياتي ماما صباح الخير يا عرب شنو يعني لك؟ يعني الMBC كلها، مع احترامي للMBC يعني هو كل شيء، يعني MBC يعني صباح الخير يا عرب. الله احبها. برنامجها المفضل صباح الخير يا عرب من سنين وسنين وسنين، وما عرفت تعرفون هاي المعلومه، بس امي كانت تقول لي اول ما بلشت يعني انشهر، تقول لي انت ما تكوني مشهوره الا اشوفك على صباح الخير يا عرب، فاليوم انت على صباح الخير يا عرب. صدق كنت اقولها، يعني اذا تريدين صبح مشهوره ما اشوف على MBC صباح الخير يا عرب اقول انت صح. والحمد لله. فاليوم هي جايز، يعني انت هسه صرتي مشهوره. انا اصلا ترند. امي طلعت ترند بعد العرض. يعني امي تشوف هواي ناس، بس نادرا اشوفها هيجي فان جيرلينج، يو نو. هسه اول مره اشوف امي كانها فان يعني. ايوه الظاهر لان احبها ودائما يعني كل يوم امي تشوف صباح الخير يا عرب وتحضر ساره. نورتينا والله. يعني ساعه مرات شويه اقول يا راحت بعد ما اشوفها. ما تتاخرين يعني. احلى مني يتابعني والله ما حد قد. لا حلو ممتع متنوع البرنامج يعني كل شيء. وكمان اليوم اخر مقابله لساره وبعدها راح تروح، راح تاخذ بريك. فسبحان الله يعني كيف التقوا حبيبه قلبي، كيف التقوا، لان امي تتابع ساره كل يوم صباح الخير يا عرب، فاليوم اخر مقابله لساره احنا. اتس كريزي والله، اتس كريزي. على نياتكم ماما، نيتك حلوه. ما ادري، على الله، على نياتكم يا عبادي ترزقون. يلا ام سو اكسايتد. يلا شوف يكون سعيد ويتذكر هذا اليوم بطريقه ايجابيه، وانه احنا الحمد لله كان كل شيء بيرفكت. احنا كنا يعني احلى يوم من حياتي كان سهل ما بعرف، بس صراحه كان احلى يوم بحياتنا. اهلنا خذ جمال الباهي خذا من والله رقصت الوطن العربي كل اكو ناس يقولوا لي احنا قاعدين وياك ونرقص ونتابع كل شيء بلحظه يعني ونرقص. طبعا شوف حتى اللي ما يعرف انا ارقص. اني قلت قبل طلعت الفيديو قلت الكل يتعلم رقص عراقي، لانه حط على يوتيوب وتعلموا، لانه الحفله حتكون بها طابع عراقي. صداقتي يعني بنين اختي يعني ابدعت بطريقه، بنين اصلا رقصها حلو، بس يعني صدمتني، انا صدمت.
قلنا ما بنقول ارقام.